أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن المركزية الأفريقية أو المعروفة بالأفروسنترزم، واللي ممكن نقول بأنها اتجاه فكري بيهدف لإحياء القومية الأفريقية عند أصحاب البشرة السوداء، وأنهم بيحاولوا يثبتوا مدى تأثيرهم على ثقافات وحضارات العالم القديم. الحركة دي نشأت في عشرينات وثلاثينات القرن العشرين، مركزها في الولايات المتحدة الأمريكية عند الأفارقة الأمريكيين المعروفين بالأفرو أمريكان، وانتشرت انتشار كبير بين الجاليات الأفريقية جنوب الصحراء في أوروبا وعند الأقليات السوداء في شمال أفريقيا والشرق الأوسط. وهي في الحقيقة حركة عنصرية عالمية أغلب أفكارها بتهدف للتعصب العرقي للون الأسود، وهي شبه الحركة الصهيونية اللي روج ليها ونشرها تيودور هيرتزل سنة 1897. لو حابين تعرفوا معلومات أكتر تابعوا معانا بعد الانترو. في البداية كان هدف الحركة الدفاع عن حقوق السود في العالم، ومع الوقت تحول الهدف الرئيسي للحركة بأنهم لازم يقضوا على الجنس الأبيض في شمال أفريقيا، خصوصا المصريين والأمازيغ والعرب، وبيدعوا أن شمال أفريقيا هي وطنهم الأصلي وأنهم هم اللي بنوا الحضارات دي، وأن تم طمس هويتها الحقيقية وسرقتها من الغزاة المحتلين واللي هم العرب والأمازيغ وغيرهم، ولازم يستردوا أرضهم ويرجعوا ليها ويطردوا المحتلين منها. ألفوا كتب بتروج للأفكار دي، ومن أهم رموز الحركة في الوقت ده هما مالكوم إكس والشيخ أنتا ديو، وهو عالم ومؤرخ سنغالي اللي ألف كتاب بعنوان The African Origin of Civilization، ادعى فيه إن منطقة شمال أفريقيا كلها زي مصر والممالك المغربية ومملكة نوميديا بالجزائر وقرطاج التونسية وحتى الأندلس كان سكانها الأصليين من أصحاب البشرة السوداء، وتم إبادتهم على أيدي الأوروبيين. ممكن نقول إن السبب تولد الأفكار المتطرفة كانت نوع من رد الفعل العكسي المبالغ فيه ضد نظرة الأوروبيين ليهم من دونية لأصحاب البشرة السوداء والإحساس بالازدراء والاحتقار لكل ما هو أسود البشرة، وده بيرجع لعدم وجود حضارة مؤثرة للسود. في الفترة دي كان هناك هوس كبير بحضارة مصر القديمة، وظهرت المؤلفات والأعمال الأدبية والأفلام، لدرجة أن بعض الأوروبيين كان بيبنوا بيوتهم على الطراز المصري. فالأفروسنتريك انتهزوا الحالة دي من الهوس وخلوها مدخل واسع ليهم لرد الاعتبار لكرامتهم، وعشان يحققوا ده نسبوا الحضارة المصرية ليهم، وده لأنها أشهر حضارة في أفريقيا ولأن مصر هي أهم دولة في أفريقيا. لو دخلت أي بيج أو موقع أجنبي ناشر حاجة عن حضارة مصر هتلاقي كمية كبيرة من تعليقات الأفرو أمريكان أو الأفارقة الأمريكيين بيدعوا إن مصر هي بلدهم وإنهم سكانها الأصليين، وهتشوف صور وبرديات أو نقوش لقدماء المصريين ملعوب فيها بالفوتوشوب بتغميق لون التمثال أو النقش عشان يمرروا لعقول المشاهد إن هي دي الحقيقة المنسية عمدا، لدرجة إنهم نشروا صور لتمثال أبو الهول بيظهروا فيه إنه أفطس الأنف زي أصحاب البشرة السوداء، وادعوا إن الغزاة العرب كسروا أنفه عمدا عشان يخفوا حقيقته. أهم كارت بيستخدموه حاليا هو إنهم بيحاولوا يثبتوا نسب وأصول المصريين الحاليين لعرب الجزيرة ونزع الهوية المصرية عنهم، وهنرد على الادعاء ده بالأدلة في آخر الحلقة، فتابع معانا. وللأسف الشديد إن اللي بيساعدهم في الادعاء ده هم بعض المصريين واحتكارهم لأصولهم ونسبهم لمصر ولأجدادهم، وبيفضلوا إنهم ينتسبوا للعرب أو الأجانب، وبيكون ده مبرر لادعائهم بإنك عربي محتل أو بقايا احتلال روماني، وبكده أنت مالكش صلة بالمصريين. الكارثة إن أفكارهم مدعومة من تيارات يسارية خارجية، وطبعا كلنا عارفين مين ولاد العم اللي بيساندوهم ويمولوهم من على حدودنا الشرقية. وللأسف هتتفاجأ إن أغلب مشاهير العالم ذوي البشرة السوداء مؤمنين بالفكر ده، وبالأخص في أمريكا، وبدأنا نشوف أفلام وثائقية ودرامية بتروج للإدعاءات الكاذبة دي. وعلشان تعرف خطرهم الأكبر فخليني أفكرك باللي عمله بعض السود في فرنسا سنة 2015 لما اقتحموا السفارة المغربية واعتدوا على كل المغاربة الموجودين هناك، وبيهتفوا إن المغرب دولتهم الأصل، ولكن الأوروبيين أبادوا سكانها واستبدلوهم بالأمازيغ. وحصل عدة حوادث عنصرية تجاه المصريين زي حادثة أستاذ التاريخ الأمريكي من أصل أفريقي،
واللي قال عبارات عنصرية ضد طالبة مصرية لأنها اعترضته لما زعم بأن المصريين الحاليين مش أحفاد المصريين القدماء. ولما اعترض عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس على كتاب أنت ديوب ورد عليه وكشف تدليسه، ظهرت في أمريكا وقفات احتجاجية ضده بتتهمه بالكذب. وممكن نشوف فيديو قدامنا دلوقتي عن بعض الأفروسنتريك في مصر وهم بيضطهدوا مواطن مصري في بلده. We're from Egypt. No, you're European. Obama? No, you're white. You're white, so you're not from here. You see the skin color? Big difference. Big difference. That's not Egyptian. That's fake Egyptian. Egyptian from Nubia. No, that's fake Egyptian, man. Egyptian? No, that's not real Egyptian. From what? You're Arabian Egyptian. No. Your people came out and ran our people out. Fake Egyptians, man. We're the real Egyptians. We're the real Egyptian. No, you're fake. I know what they are. You're imposter Egyptians. Okay, yeah, that's right. Imposters. Yeah, all right, right on, imposters. Welcome. You're still the... أما عن ادعاءاتهم بأننا مش أحفاد المصريين القدماء، فحبينا نجيب شوية أدلة بسيطة بتثبت أننا أحفادهم، ولو مهتم تعرف ممكن تدوس لايك وتكمل الحلقة معانا. جينات المصريين الحاليين هي نفس جينات قدماء المصريين، زي ما أثبتت كل الأبحاث العلمية والدراسات الجينية وتحليل الحمض النووي للمومياوات المصرية ومقارنته بالحمض النووي للمصريين حاليا، وهنعرض بعض الأبحاث والدراسات دلوقتي. عندنا عالم التشريح الاسكتلندي السير أرثر كيس قال في كتاب اسمه نظرية جديدة للتطور سنة 1948 إن المصريين اللي بنشوفهم النهاردة هم النسل المباشر للمصريين سنة 3300 قبل الميلاد، وإن المصريين ليسوا فقط أمة إنما هم أقدم أمة سياسية في التاريخ، وإنهم جنس بشري مستقل بكل معنى الكلمة. أرثر كيس اللي وقف منبهر قدام التواصل الجيني بين المصريين النهاردة والمصريين القدماء، وكتب إن النمط الجيني المصري قد امتاز بالثبات لا شك. والعالم الأمريكي كارلتون ستيفنز قال في كتابه أعراق أوروبا وعلم الإنسان الحيوي سنة 1939 إن مصر القديمة أبرز مثال معروف في التاريخ ولحد دلوقتي لمنطقة معزولة طبيعيا أتيح فيها الأنواع الجنسية المحلية الأصلية أن تمضي في طريقها لعدة آلاف من السنين من غير ما تتأثر بأي اتصالات أجنبية. والعالم البريطاني فلاندرز بيتري، وده عالم رائد ومنظم في علم الآثار، بيقول بالرغم من الغزوات بداية من الغزو الفارسي لمصر ولحد الاحتلال الإنجليزي، إلا أني أقدر أن أقول أنه كان مجرد تغيير في الحكام وما كانش تغيير في جنس مصر، لأن شعب مصر كان قادر على إذابة أي وفود أو غزوات كانت بتجيله، وخصوصا أن الأجنبي ما اختلطش بعامة الشعب، فبعد جيل والتاني بيختفي الأجنبي، وعشان كده هم أنقى الشعوب على سطح الأرض. وفي النهاية نحب نقول إن ده رأي العلم في أصول المصريين صانعي أعظم حضارة في التاريخ، واتفق عليه على الأقل 90% من علماء الآثار والجينات وعلوم الإنسان. فليه بعض الشعوب بتزعم إنها هي اللي بنت الحضارة المصرية برغم من إن مفيش على أرضها 1% حتى من عظمة الحضارة المصرية، لا في السودان ولا شمال أفريقيا ولا حتى في بلاد آسيا أو أوروبا، ودي مش عنصرية. فكل الحضارات عظيمة، ولكن على شعوبها أن تحترمها وتفتخر بها وتحميها.